السلام عليكم متتبعين ديالي، متتبعين قناه مطبخ مريم. جمعه مباركه، نتمنى تكونوا مزيانين وبخير وعلى خير. اليوم غادي نعمل معكم سكسو بالخضره اللي كيجي اكثر من رائع. نتمنى تعجبكم الطريقه ديالي. خليكم معايا تفرجوا الفيديو من الاول حتى الاخير. غادي نبدا معكم بسم الله على بركه الله. عندي هنايا كما كتشوفوا السكسو انا غسلته صفيت له ديك الماء. بالنسبه للنوعيه ديال السكسو اللي عندي هنايا سكسو ديال القمح الصلب، كيجي مزيون بزاف صراحه، انا كيعجبني. هنايا غادي نضيف عليه زيت المائده باش نبسبس به السكسو ديالنا، وغادي نضيف شويه ديال المليحه على حسب الذوق صافي. وكان نبسبسو السكسو ديالنا هيدايا باش ما كيجيش معجن وصافي. هنايا في هذه الاثناء هذه عملت انا الماء باش يطيبوا، باش نحط السكسو ديالي يتفور. صافي على هذا الشكل هذا. غادي نزيد له واحد شويه ديال الزيت. انا التفويره الاوليه كنعمل له غير زيت المائده، والتفويره الثانيه غادي نضيف نبسبسو كذلك بزيت الزيتون. صافي هنايا غادي نعمل السكسو ديالنا يتفور. وهذه هي الخضره اللي غادي نعملو مع السكسو ديالنا اللي نقيتها مزيان وغسلتها. في طنجره عملت الدجاج، غادي نضيف عليهم واحد البصيله مشلضه، غنضيف عليهم زيت المائده وزيت الزيتون. بالنسبه لمريقات السكسو كيبغيو شويه ليدان، كتعملوا شويه ديال الزيت زايده باش كيجي ملي كنسقيو السكسو ديالنا كيجي بنين صافي. وغادي نحك عليهم واحد جوج دريسات ديال الثوم، غير جوج، باش كيجي الدجاج ديالنا بنين. وكتحيد حتى ديك الصفوريه ديال الدجاج. بالنسبه للثوم كتجي مزيونه مع الدجاج صافي. هنايا غادي نحط هاد الدجاج ديالنا يتقلو غير واحد شويه مع ديك البصيله. بالنسبه للمطيشه حكيتها، وغادي نقطع الخضره ديالي. كاينين بعض الاخوات كيسقسيو كيفاش يجيوهم مريقات خاترين. فبالنسبه لمريقات خاترين، الا بغيتو يجيوكم مريقات ديالكم خاترين، كتحكوا واحد القياس ديال المطيشه وكتحكوا القريعه الحمراء فواحد الحكاكه رقيقه وكتضيفوهم من المريقات ديالكم. وكذلك الا بغيتو تضيفوا واحد جوج معالق ديال مطيشه الحكو. هذا هو السر د المريقات كيفاش كيجيو ثقالين او خاترين. انا غادي نكمل تقطيع الخضره ديالي ونرجع معكم. هنايا ضفت ديك مطيشه اللي حكيت على الدجاج ديالنا، وغادي نضيف هنايا التوابل. بالنسبه للملح انا ضفتها في الاول. كيف كتعرفوا السكسو ديالنا كيبغي العطريه زايدين، عملوا العطريه هنايا باش المريقات كيجيو مزيونين. ملي كتسقيو بهم السكسو كيجي السكسو ديالنا بنين. درت هنايا السكنجبير والخرقوم، وغادي نضيف القرفه صافي. انا هنايا ما غاديش نضيف زعفران ملون، الا بغيتو تضيفوه ضيفوه. غادي نضيف واحد شويه ديال الفلفل الاسود بزر صافي. وهنا غادي نمرق، غادي نعمل مريقات اللي غادي يغليو، عاد غادي نضيف عليهم الخضره ديالنا. ودابا هذه هي التفويره الثانيه ديال السكسو ديالنا اللي غادي نزيد نرش عليه شويه ديال الماء. نتوما كتشوفوا تبارك الله كل ما كيتفور كل ما كيزيد صافي. هنايا هيدا غير كنحاول نرش عليه الماء ونبسبسو هيدا، وكنفسخو ديك الكويرات اللي كيكونوا تكوروا هيدا كنفسخوهم. وبالنسبه للملح ما غاديش نضيف دابا لان ضفت في الاول، وعاد عندنا الخضره ديالنا والمريقات ديالنا فيهم مليحه زايده صافي. غادي نضيف هنا كيف ما قلت لكم غادي نضيف زيت الزيتون. بغيتو تعملوا السمن كيبقى لكم الاختيار. انا كاين السمن كاينش هنا في الدار، كاين اللي ما كياكلوش، وانا صراحه كيعجبني هذا في السكسو، ولكن كاين اللي ما كيعجبوش ما استعملتوش.
وتا زيت الزيتون صراحه كيعطيها واحد المذاق مزيان بزاف من هذا السكسو. صافي هنايا غادي نبسبس السكسو ديالي مزيان بزيت الزيتون وغادي نردو يتفور تفويره ثانيه. صافي هنايا ملي غلاو المريقات ديالنا كنضيفوا الخضره ديالنا. كنسبق هنايا بالجردة او الجزر هي اللوليه. كنعمل الخضرات اللي ما كيطيبوا شي دغيا اللي كيتعطلوا شويه في الطياب هما اللي كنعمل لوليا، ومن بعد كنضيف الخضره اخرى. فانا تبارك الله هاد الخضره اللي عندي هنايا كامله طريه تبارك الله دغيا كطيب. صافي كنعمل الخضره ديالي كامله هنايا. صافي كامله كنعملو. كنضيف الكرم كذلك انا قطعته غير على جوج حتى هو تبارك الله كيطيب دغيا. صافي القرعه الحمراء كنعملها هي الاخريه، هي دغيا كطيب هاد القرعه الحمراء كيف ما كتعرفوا. صافي وفي الاخير عندي هنايا معدنوس اللي عملتو هيدا ربيطه. صافي وغادي نخلي الخضرات ديالنا طيب. وهذه التفايه ديال البصله والزبيب، عندي البصله اللي قطعتها هيدايا وغادي نضيف عليها الزبيب. غنضيف شويه ديال المليحه غير شويه. غادي نضيف القرفه، انا كنضيف كلشي مع بعضياتو هنايا وكنطيبها على عافيه مهيله وما كنضيف لا ما كنضيفش الماء مره. غير ديك كطيب غير ديك البصيله، نتوما كتعرفوا البصل كتطلق ديك المريقات. صافي كطيب غير ديك المريقات ما كنضيفلهاش الماء تماما. هنا غادي نضيف شويه ديال زيت الزيتون. صافي وغادي نضيفهم غادي ننزلهم على البوطه على عافيه مهيله يطيبوا. والسكر كنخليه هو الاخري باش كتجي معسله مزيان. متتابعين ديالي كيكون هذا هو السكسو اللي وجدت معكم بالخضره كيجي ما شاء الله. كنتمنى تجربوا الطريقه ديالي. بالنسبه للسكسو انا من بعد ملي تفورت تفويره ثانيه سقيته بمريقات وخليته واحد 5 دقائق حتى كيشرب ديك المريقات مزيان باش كيجي السكسو ديالنا مسقي وما كيجيش ناشف. صافي والتقديم قدمته على هذا الشكل هذا، وكيبقى التقديم على حسب الرغبه ديالكم. كنتمنى يكون عجبكم فيديو ديال اليوم، وشكرا لكم على المتابعه والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.